أول عبادة معانا عبادة الخوف. عبادة الخوف دي بمعنى إن الإنسان أو الواحد مننا بيعبد ربنا علشان أنا مش عايز أدخل النار، خايف من الحساب. هو أيوة، من غير شك الخوف مطلوب، لأنه الخوف في حد ذاته بيمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والذنوب. وربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويحذركم الله نفسه. هو أيوة الخوف مطلوب، لكن لو علاقتك بشكل عام قائمة على الخوف، انت مش هتحس بلذة العبادة، هتعيش دايما قلقان انك خايف تدخل النار. تاني عبادة معانا هنا او تاني نوع من العبادة عبادة الرجاء، وهي باختصار انك تعبد ربنا طبعا في جنته، وطبعا في رحمته ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى. وده طبعا مطلوب، واكيد انت لازم تحتاجه، لانه ده بيديك امل وبيخليك تسعى في الطاعة. فاحنا هنا عرفنا ان الخوف بيمنعك من المعصية، والرجاء بيخليك تسعى في الطاعة. فتقدر تقول على الخوف والرجاء عبارة عن جناحين يخلوا المؤمن يطير. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوه خوفا وطمعا.